خطيره خطيره خطيره. ومن هنا ابتدت الحكايه بمعلول حط الزغلول، الراجل اللي هو يعني كان من كام يوم كده المعلق الكوميديان الفشيخ الجامد جدا، بس يوم ما جه عليهم قرروا ان هم لازم يعاقبوه. تعالى اقول لك بقى المعلق بتاعنا المشهور بالبسكوتين او شلبوكه، تعالى اقول لك هو عمل كل الليله دي ليه في الوقت ده بالذات، علشان مين بالظبط. يلا بينا لايك وشير واعمل لي سبسكرايب يا معلم، ويلا بينا اقول لك كل الحكايه من اولها لاخرها. تعالى اقول لك بقى. بص يا سيدي، من فتره كده شلبوكه قال المقوله ديت سبقت كل العصور، وخلاص بقى ما بقاش في حكايات عند زملكاويه الا الكلمه ديت اللي هي ايه؟ سوزة جبولها. تيجي تكلم اي واحد زملكاوي في الشارع يقول لك سوزة جبولها زوزة جبولها، وبقت الكلمه دي جميله. وشلبوكه كان كوميديان فظيع جامد جدا، ولكن بمجرد ان شلبوكه ما جه عليهم بكلمه واحده اللي هو معلول حط الزغلول. هي كلمه عيب ولا مش عيب؟ بصراحه مش عيب. هو زغلول يا جماعه ممكن يكون قصده على بلح الزغلول يعني اللي في دماغكم، يعني مش لازم نحور الكلام دايما ونخش في الغلط. وبعدين انت فريقك مغلوب 5-3، فرقه معاك ان هو حط الزغلول ولا ما حطش الزغلول. يعني انت المفروض ان انت تتكلم على حاجه ثانيه، تتكلم على اداء الفريق، تقول الله يخرب بيتك مثلا يا فلان انت اللي وصلتنا لكده. بس في الحقيقه عشان انت عايش دايما في دور المظلوم، وعايش في دور دايما المحطوط عليه، والمؤامره الكونيه الخطيره اللي عليك في كل مره، طلعت ولازم تنتقد اي حد ولازم تمسك في واحد. طب انت ما اتكلمتش ليه على محمود علاء اللي عمل لنا 2 ثرو قفشه ما عملهمش طول الماتش؟ ما اتكلمتش عليه ليه؟ ما اتكلمتش على مثلا ابو جبل؟ لا، ساب كل الليله دي كلها ويكلمك على معلول حط الزغلول. طبعا شلبوكه حس ان هو اخطا في جمهور نادي الاهلي، فيعمل ايه شلبوكه؟ يعمل ايه شلبوكه؟ فضل يكرر ويطور ويتكتك ويقول لازم ان هو يصالح جمهور الاهلي. صالح جمهور الاهلي بايه؟ يقول له معلول حط الزغلول، مع انه قالها قبل كده مليون مره، بس جه النهارده على حظه جمهور الزمالك كان مزمزق شويه، وكان زعلان شويه ومتضايق شويه من الخماسيه اللي دخلت فيه. يجي جاي واحد محلل زي درديره، ما اعرفش هو بيحلل ليه بصراحه، ولا بيحلل ايه، ولا بيتكلم في ايه، يجي يقول لك اصل موسيماني ضحك على كارترون ولعب بطريقه 3-5-3 كان 11 لعيبه كابتن في الملعب. انت طالع بتحلل ايه؟ يعني انت حاول ان انت تقف على مسافه معينه، او حاول ان انت تفهم كوره شويه عن كده، لان انت بصراحه بقيت نكته الفتره اللي فاتت دي كلها. خلينا في موضوعنا معلول حط الزغلول. بمجرد ما الكلمه دي كابتن مدحت شلبي والدنيا كلها هجت عليه وقامت وما قعدتش لحد الوقت اللي احنا فيه، لحد ما جابوا له امبارح ايقاف لمده سنه او ايقاف لاخر الموسم. طيب انت خدت القرار ده بالظبط في 3 ايام، ما خدتش غيرهم، مع ان الراجل طالع وقال لك انا معلش انا قلت قبل كده الكلام دوت وانا ما اقصدش حاجه، والمقوله دي انا موثقه والافيهات دي بتاعتي وانا مش مقصود بيه اي حد ومش بنكلم اي حد. لكن الفتره اللي فاتت لما شتم جمهور الاهلي او بعض من جمهور الاهلي وقال سوزة جبولها، قعدنا حوالي شهر ونص عشان ناخد قرار ضده، وتوقف الراجل ده مباراتين فقط. تيجي مثلا واحد زملكاوي يقول لك طب اشمعنى وقفت مدحت شلبي في اخر الموسم؟ طب هو ما شتمش قبل كده ولسه شتم الراجل اول امبارح، هيوقفوا لك انت؟ يعني هو كان بيشم على ظهر ايده بيقرا البخت، يعني عارف ان هو مدحت شلبي هيغلط فيك فكان يوقفوا لك اول الموسم؟ يعني انت بتفكر ازاي؟ انت كجمهور الزمالك بتفكر ازاي؟ يوقفوا لك ازاي؟ ما خلاص هو غلط دلوقتي، يومين وكان القرار طالع، مفيش اسرع من كده. انا اول مره نشوف قرار في الدوري المصري بيطلع بالسرعه دي. تعال بقى اقول لك مباراه القمه واحلل لك مباراه القمه ديت بسرعه كده. مباراه القمه كانت عباره عن مصارعه من لاعبي نادي الزمالك واحتواء من الحكم محمد عادل. الحكم محمد عادل اللي طلع يقول لك ان الناس كانت بتهاجمنا والناس بتعايرنا ان احنا بنهرب من مباراه القمه. نهرب من مباراه القمه ليه يا كابتن؟ زيزو كان بيشيلك ويجلجلك ويزلزلك كده وانت ما تقدرش تعمل حاجه، ما انتش قادر تتكلم معاه ولا تديله نظام. كابتن طارق حامد مصارعه كان بيشيل السوليه وينزل بسوبلكس عادي خالص، وانت ولا في دماغك ولا اي حاجه، انت كل اللي انت فيه كان احتواء عشان الجون الثالث دخل فيهم فنهار، تاخد زيزو بالحضن ويا زيزو بالراحه واللعيبه كانت طالعه اصلا ماشيين، يعني اللعيبه كانت ماشيه، اللعيبه كانوا رايحين ان هم ينسحبوا من المباراه، راح لهم محمد عادل واتفاهم معاهم بالراحه وقال لهم يا جماعه ماشي طبعا سايب لكم ايه بلاد كده بالراحه. طيب تيجي على الكوره مثلا بتاعه السوليه والمسلوز اللي عمل ماتش جامد جدا مع نادي الاهلي. اولا الكوره دي فيها طرد، يعني انت لو ما حسبتهاش طرد يبقى انذار، لان ضرب بدون كوره في مكان خطير، يعني ان انت قاصد تاذي. هي كده ملهاش حل تاني خلاص. ما هي ما تجيش مثلا تقول لي ان هو كان شاط الكوره عند صدره، يعني الكوره دي اصلا كوره خطر، كان لازم ياخد قرار كابتن محمد عادل. في كوره ثانيه بقى بتاعت حسين الشحات ما حدش اتكلم عليها خالص، لان احنا جمهور، احنا مكتفين بالخمسه بس، احنا مش عايزين اكتر من 5. بس المباراه
كانت تنتهي اكتر من كده لولا ذكاء موسيماني. يعني موسيماني ما شاء الله، محمود علاء والمسلوسي بيلعبوا معانا وموسيماني بيلعب معاهم. يعني لولا تغييرات موسيماني كان زماننا دلوقتي يعني نتيجه 7 ولا 8. والله العظيم مش بجامل، والله العظيم مش بكبر الموضوع، بس هو فعلا الحقيقه كانت كده. يعني 6-7 ده يعني اقل وقت. لكن موسيماني صعب عليه، ما تعرفش جمهور الزمالك، ما تعرفش الوكيله بتاعته زملكاويه، ما تعرفش ان هو بيسيب جدر ان هو يروح الزمالك، لان اصلا يعني اي مدرب بيجي الاهلي وبيمشي من الاهلي الزمالك بياخده على طول بيخطفه زي كارتيرون. فالموضوع كله يعني موسيماني ترقب بحالتهم وكان عنده عاطفه، ومحمد عادل احتواء. يعني كده نعتبر المباراه رومانسيه. دي كانت مباراه رومانسيه، مباراه القمه دي كانت مباراه رومانسيه. تمام. كور بقى حسين الشحات كانت بلانتي ابو الفتوح قصدي شاط رجل حسين الشحات. الكره تتحسب يعني عادي. وبعدين ايه يعني انت سبت الماتش كله وهو حفل على الشناوي برضه، قال لك ولا 10 زي الشناوي، مع ان الشناوي ده اسطوره يعتبر بالنسبه لنا، واحنا ما اتكلمناش عادي والماتش خلص. ده معلق يعني مش حوار، معلق يعني. طيب الهدف بتاع مصطفى فتحي من اجمل الاهداف اللي كانت في المباراه، هو الهدف بتاع ديانج والثرو الجامد جدا بتاع عمرو السوليه اللي هيتكتب في تاريخه. كتب في تاريخه مش عشان حاجه، الراجل ده طلع لنا مهاره ما شفناهاش قبل كده في الدوري المصري، عملها قبل كده في ماتش المقصه، الناس اللي بيقول لك اول مره يعملها وعملها قبل كده في ماتش المقصه. طيب تيجي بقى على كارتيرون. كارتيرون المباراه الاولى او الشوط الاول خسران 3-0. 3-0 نتيجه تقتل اي مدرب بامانه ربنا. تعرفش قاعد مع موسيماني وبعت له مسج كده عيب كده وبتاع ومش عارف ايه، واحنا ايه كنا مع بعض والحكايه والروايه وبتاع. ماين شويه هوب كارتيرون الشوط الثاني كسب 3-2. مفيش حاجه اسمها كده متعادلين او كده ان الزمالك كسب الشوط الثاني او الكلام دوت. انت تحللها بحاجه واحده بس، ان كارتيرون فكريا اعلى من موسيماني في الماتش ده. يعني كارتيرون اعلى من موسيماني في الماتش دوت. يعني الشوط الاول شوط اللاعبين خلصوها 3، لو كان اللاعبين زي ما هم كملوا كان باقي 6 و7، ولكن موسيماني التغييرات بتاعته خسرتنا 3-2 الشوط الثاني. يعني معنى كده ان انت كنت محتاج مدرب فكر عالي شويه، الزمالك منهار، الزمالك مضيع، كنت تقدر تكسب الماتش ده، تكسبه كتير يعني مش حاجه قليله. بس قدر الله ما شاء فعل. في نهايه الحلقه بنشكر كل الناس اللي كانت معانا، الناس اللي تابعتنا لحد الاخر، وانتظرونا فيديوهات جميله، ومستنيين منكم التفاعل عشان يا جماعه تدوا لنا طاقه كده ايجابيه للفتره اللي جايه ان شاء الله، ومستني كومنتاتكم الجميله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.